دفاع عن هوية. فمن سيفوز في المواجهة الليلة؟ من سيحقق أمال الأنصار بانتصار يقرب من اللقب؟ ومن سيحترق بنار الكلاسيكو هذا المساء؟ زعيم المعارضة رخوي يراها 3-2 أيضا، لكن للمرنجي ريال مدريد. هنا مر دي ستيفانو، هنا لعب كوبالا، هنا تألق النجم لويس سواريز، هنا سجل كرويف، هنا أبدع دييغو، هنا تألق ريفالدو، هنا كانت أهدافك يا هوغو يا سانشيز، ومن هنا مر روماريو، من هناك تعدى ريفالدو، تعدى راؤول بلانكو غونزاليز في سنة 2010 بلغة الميلاد. أي ميلاد للميرينجي، أي بداية للبارسا في نهاية الليغا 2010. أنا مثير، العنوان كان قاسي عليك يا كريستيانو، فهل من رياكشن يا امبراطور البرتغال؟ في غير فوز مدريدي كان في موسم 2007-2008 1-0 في اليوكام، يمشي مارسيلو يوزع كرة ركنية أولى، أركن في الروح الرياضية، حكم اللقاء ومعه رقم مهم 180-28 فوز. هذا الرقم نضمنه لك حتى لو لم يكسب الميرينجي هذا المساء. ثمن هو فالنسيا عنده 5.3% من العشاق. اليوم لا داعي للارقام، تعيش ولا تموت بحلم الليغا في الليله. ينطلق ميسي المشهد عبر الجزيره الرياضيه، ينطلق رونالدو، السير 9، السير 9، يمشي كريستيانو يلعب جوين خطيره فعلا ستين، فيها انذار على جابرييل ميليتو. نعم مستحق لكن اشاره من الايمان يقول اوفسايد، يقول ممكن تسلل. هل سيلغي الانذار؟ هل سيعيد الحقوق؟ نعم قال له متاكد. فحرب مدريد برشلونه، تمشي الكره عن طريق الفيش، شوف المركز من تشافي 100 باس في لقاء ارسنال، يمشي كره ممتازه على القائم الثاني من داني الفيش، يحب يرد الفاعل، يحب يعمل رياكشن، يدخل رونالدو الاولى والثانيه، الله على الدور، يمشي في الثالث وحده يستعرض لكن بيكي يقطع الطريق، رابع المدافعين يقطع الطريق، سيرجيو لقب راموس يدافع، ترجع الكره من جراي. ماكسويل بدا يضغط البارسا، بدا يلقى توازنه، بدا يلقى لعبه ويلقى خطا في مكان سليم. الله يا تشافي على الخبث، الله يا جاجو من خطا، الله بكوره سيتصدر لها من سيضربها من سيوجهها خطا موجود صريح صحيح. 1-0 في الدقيقة 16، كورة للبلاوغرانا، يمشي الفاز عالية، لم تكن بنفس الإثارة، لم تكن بنفس الدقة، لأن المباراة والمنافس باختلاف الألوان. مارسيلو للدون، كريستيانو بيكي ربي تعدى به، فسخ جيرار بيكي. 13 هذا اللي يسمى الريال مدريد الملكي في عام 20 أنعم عليه باللقب الملكي كما يقال في قاموس تلك السنوات وذاك الأعوام. يحكى أيضا في قديم الزمان عن مباراة انتهت في الشوط الأول 1-1، في الشوط الثاني دخل جيش فرانكو وانتهت 11-1 للريال. على فكرة هذه النتيجة ملغية بقرار من الفيفا. الضربة وكيف ستحسم من جديد، تمشي الكرة الميرينجي، فان دير فارت يجيب الكرة، يهرب رونالدو، عرضية خطيرة لكوايين وبرافو الدفاع، ترجع مرة أخرى ممتاز، رونالدو يحاول بيكي يسر ويدافع، رونالدو بروح كبيرة اليوم، البيولي الونسو فان دير فارت يلعب على المرتد، الريال يتقدم خطير، الريال عن طريق رونالدو و2-1 للأسد. رجع بويان في الشوط الثاني، إذا ما تغيرش سكور الريال سيتعب جدا الميرينجي. مارسيلو فان دير فارت، الضربة تتهجل من رافائيل، يجب هذا الظرف يستوجب الحيطة والكرة تمشي بانطلاق الفان دير فارت، بيكي مرة أخرى رونالدو، هل يعديه أم لا؟ يفسخ ولا لا؟ رونالدو يتعدى، رونالدو بيكي يرجع توسيعة، سلم اللاعب ثم فتح في نفس العام محلين سير 7 بألوان وبقميص المان، بنمرة لعبه في المان، بإدارة من أحد شقيقاته. يا ميسي سأتطرق للحديث عنك يا ابن روزاريو. إذن هذه ليلتي يقول مدريد، كيف ردك يا تشافي وأنت الرجل العملي؟ يمشي تشافي في كورة لا تعمل شيء. نعم الريال 0 البارسا 1. ليو ميسي حدوتة هذه الأيام، أعجوبة هذا الزمن، يسجل الهدف الأول للبلاوغرانا. نعم عجيبة الدنيا الثامنة، نعم مع الأهرام والأكروبول وأيضا منارة الإسكندرية والسور الصيني العظيم وشيء في تركيا والسادس في اليونان والسابع أين والثامن مؤكد في برشلونة اسمه ليو ميسي. ثامن عجوبة بالعالم، عجائب الدنيا تصبح 8 من حلم الليغا والشامبيونز ليج. يا ليو لما يتحرك يتكلم، صدت كرة تضيع خطيرة، مارسيلو يلعب صعبة جدا والركنية نعم للريال. لابورتا يتقدم على فلورنتينو، تبدلت الوجوه،
البارسا للرابع على التوالي لهزم الريال. رقم مخيف، رقم لا يصدقه مدريدي، لا يقبله عاقل محب وقلب عاشق لمدريد. رونالدو ينطلق، رونالدو على 3، رونالدو يوزع على القائم الثاني ركنيه، والكره تمشي الركنيه، ملعوبه الراسيه خطيره، والراسيه التعادل يضيع. على الميرينجي كانت كرة مستحقة للإمباتي، الباس الطويل، الكرة تضيع، ميسي يعكس هجمة، يعمل مراوغة خطير، الانطلاقة من تشافي هرنانديز يمشي بالكرة في العمق، ميسي ممكن يخلص، لا برافو الدفاع، برافو هذه المرة جراي، طويلة لمن؟ تتهيأ لجوايين، خطيرة سيضرب جوايين، أين ضربت يا جوايين؟ ميسي الخطير، ميسي يلعب كرة لتشافي، التوأم في فريق البلوغرانا، اوران سيدو كيتا يلعب الكرة لتشافي، كرة خطيرة، تتهيأ بيدرو، لا الاوفر، لكن سيرجيو راموس التكنيك ممتاز. بيدرو فرصة ترتد بالدفاع ويمشي كونتر اتاك، مرتدة هيغوايين 3 على 2، مش ممكن، كرة خطيرة، هرب فيها مارسيلو، اتعدى مارسيلو بكرة مستحيلة، مشى فيها راؤول. وين ايامك يا بلانكو، وين ايامك يا غونزاليز؟ بيزنو فريق الريال لعب خايف برشا، وتشافي يضرب كرة خطيرة ركنية أخرى. هذا ما قاله، ما صرح به المدرب بيب جوارديولا، قال سنهاجم وسنعمل لعبنا في مدريد. اذا الركنيه لا وقت للتنفيذ، الشوط الاول انتهى على ميسي مره اخرى، على الليو من جديد. الان بالنسبه لريال مدريد العوده الان، ولا الدوري قد يبتعد باميال قبل معارك قادمه في اطار الدوري الاسباني لكره القدم. بيول ماكسويل، بيكي، ميليتو، بوسكيتس، تشافي وكيتا بمدريد. تمشي الكره عن طريق الفارو، عربيلوا، مارسيلو في ماتش كبير، يمشي مارسيلو يوسع كره خطيره جدا، يمشي جوايين وفي تسلل، يمشي عربيلوا مارسيلو يحاول الثقل الكل من الجهه اليسرى مع مارسيلو رونالدو. ايضا على بوابه الاستعداد الدخول ممكن جوتييرز في تاريخ المشاركات مع الريال في كل المسابقات. يمشي ميسي، يتعدى الاول، يمر من الثاني، يباسي كره الاطراف خطيره جدا، والدفاع يتصدى عن طريق مارسيلو رونالدو عنده كره خطير جدا، يتعدى يبعد عن الفيش، يمشي كريستيانو لمن سيوزع كره خطيره جدا، يوصل متاخر هيغوايين، تمشي سهله لكارلوس بويول، ما فيهاش خطا، سليمه، المراوغه موجوده ممتازه بتاع فنان بيدرو، يجيب الكره للمايسترو ميسي، لكن الضغط بالدفاع، التماس والاوت لنادي ريال مدريد. ميسي عليه ان يحذر لانه عنده انذار. يلعب كره الانطلاقه من ماكسويل، يلعب تشافي يغسل كره، يرجع فاندرفارت، عربيلوا للميرينجي، يدخل فيها رونالدو تفوق كاسح اليوم لحد اللحظه بعد 50 دقيقه البيكي. جرين سيرجيو، يلعب مارسيلو، سيسدد خطيره، ترجع مره اولى، تمشي مره ثانيه عن طريق عربيلوا كريستيانو، الريال يرفع التيمبو بتاع الماتش، 1-2، كره خطيره، كريستيانو، مارسيلو يسدد والحارس موجود، برافو فيكتور. وبالمهاجمين انذار على ماكسويل هذه المره، هنا ماكسويل، هذا التدخل هو انذار جديد في المباراه. للريال مارسيلو يعكس الهجمه، مارسيلو 4 على 4، يخرج فيها رونالدو، ما فيش اوفسايد، خطيره جدا كريستيانو، وبرافو مره اخرى بيكي. تمشي الكره لالفيش، بيدرو ياخذ كره يطولها الان لتشافي، يمشي ممتاز بيدرو، مارسيلو يضغط، شوف كم من تمريره لفريق برشلونه، ضاعت كره من الشباب والطموح البرشلوني لم تضع. 2-0 من بيدرو، اخطاء الدفاع مع اسطوره الهجوم، مع كره من بيدرو في الثنائيه، 55 دقيقه، 2 اف سي بي 0 ريال مدريد. قد يكون يوم الكتالونيين 8 اهدافه بالليغا مساهم بدون تشافي، بدون انيستا، قد لا تساوي شيء ابن الارجنتين. شوف الكره والباس، اعطاه كره 1-0 قال له سجل يا ميسي، اعطاه كره لبيدرو قال له طمني يا بيدرو. هذه قوه تشافي هرنانديز، لاعب عمل 100 تمريره في لقاء الجانرز ارسنال، اليوم بتمريرتين حاسمه برشلونه هنا في البرنابيو 2-0. رونالدو حاول كريستيانو يهزم مدريد، لكن احترم الضيف، وفالديز يتصدى لكرة اطمئنان. 2-0 يا جاجو، اين الحل يا بيليغريني؟ انسيو بيدرو، ما عندكش يا فاندرفار، قصد في كورتين وهدفين ضاعوا في الجانب الابيض البلانكو. اليوم يتقدم 2-0 باللعب على هفوات المدريد، كرة ممتازة خطيرة، فيها خطأ وفيها كارت ممكن. هذه فيها انذار نعم لدانيال فيل، وهو اعطاه انذار للمدريديين للاحتجاج. السيناريو اللي كان في الشوط الاول ضد اللاعب تشافي الونسو وتشافي هرنانديز، خطيره برشا هذه، فيها واو، فيها امكانيه، فيها ممكن احساس. يمشي كريستيانو رونالدو، ما تعداش، والحكم يقول العب. ستعود الكره مره ثانيه. الريال الان يقع في فخ اسمه الاهتمام بميخوتو غونزاليز، مسجل البارسا التيرسيرو.
يتقدم برشلونه، يلعب الكره مره اخرى لميسي، ميسي فما مساحات، يرجع الكره في الوسط، جابي رونالدو، خطيره جدا رونالدو، يعطي كره، الدفاع موجود، ممتازه من ميليتو وخطا ضد جابرييل. كان انتصار برشلونه 78-73 هنا في مدريد في صاله الرايموند سابورتا. هل تكون كرة القدم ككرة السلم؟ سيعود الريال بكرة برونالدو والحارس فيكتور فالديز موجود كما هي عادة الكلاسيكو. انيستا ممتاز، انيستا خرج كرة لكارليس بويول، يمشي امام راموس، يراوغ فيها خطأ، نعم فيها خطأ وفورا على سيرجيو وكرويف للبلاوغرانا وبيدرو للثالث، والدفاع يمنع الترسيم. كرة الكلاسيكو في وقت يخرج فاندرفارد في لقطة يدخل فيها راؤول بلانكو غونزاليز، يرجع ويمشي إيغوين خطيرة، فرصة لجوتي، يضرب جوتي ويسجل من مرتين من تصديين. الجرينتا بتاع مدريد. تكلم عنك يا ليو لكن اعطيه حق تشافي، احكيوا على هرنانديز، تكلم ويا المعلقين، ناقش ويا المحللين، اعطوا حق تشافي هرنانديز، لولاك لما كان البلاوغرانا ترينتين. داخل مهاجم بنزيما يدخل، راموس يوزع، ونفس المصير نفس السيناريو. القماش اللي عندك، الكواليتي بتاع القماش تعمل بدله روعه، بدله خرافيه، بلاد جورج وارماني، ما عندكش قماش حلو. بواقع جوهره في كل شوط من اجل المنافسه على الجوهرتين على المباراه. رونالدو بنزيما لتغيير العناوين، لتغيير الاوراق، رونالدو ما يتعداش، الفيش قوي برشا. شافي هو اللي عوض بيب جوارديولا، هو اللي اجبر جوارديولا على اعتزال في برشلونه. بدات جماهير البلانكو تغادر سانتياغو على امل ان تهدى لها هدايا من منافسين اخرين. 4-5 دقائق للنهايه. رونالدو يوزع خطيره، راؤول فرصه بنزيما، راؤول هدف للمرينجي، لكن يكون خط الحكم، يكون خطا الحكم خوتو غونزاليز، او الخيراز او التنريفي او الفيلاريال او السيفيا او الفالادوليد. الدوري اليوم يطبع برمز عشاق الريال، كبرياء الكبار ما يحبوش يوريوا لجمهور برشلونه انهم انكسروا، فالكل ينادي مدريد وكانه هو الفائز. صار المباراه ما عملش اخطاء كارثيه للنتيجه. بيدرو يلعب الثلاثيه وتميز بيدرو، يجيب ركنيه لنادي البارسا، دقيقه ونصف من 0-2 ونص اخرين. في كوره ممتازه يطلع فيها جاجو، فرناندو يوزع كوره والكوره اوت، ضربه مرمى للبارسا. الجاهز كان عنده الحلول في اي لحظه، الراسيه من بنزيما والكره برا. كره كريم بنزيما لاعب اولمبيك ليوني، اسمه تشافي، اكيد لقبه هرنانديز، اكيد قائد الماتادور الاسباني نحو مونديال البافانا. انتهت يا ميخوتو، لعبت يا غونزاليز، حسمت يا بيب يا جوارديولا. فرح برشلونه في بيدرو 2 اسعد ملايين محبه في هذا العالم للبلاوغرانا. هارد لك ريال مدريد للمره الرابعه، الكلاسيكو بهذا العنوان لهذه الفانيلا، فانيلة البارسا. اخر كلاسيكو ممكن لراؤول في خساره، اخر كلاسيكو ممكن كوتي غوتييريز، وشفتوا اللقطة المعبرة جدا، تبادل الفانيلات. يا راؤول كم تعطي لنا من الدروس، كم نريد أن نستفيد من هذه الدروس.